عايزة أرجع لأبو ولادي. الفنانة زينة تعاني بسبب دورها في جعفر العمدة، وأحمد عز عامل نفسه من بنها. واضح كده إن الفنانة زينة عرفت إن الله حق، وإن حلم نجمة الشباك بدأ يتبدد. زينة حالياً تحس إنها مشتتة، عاملة كده زي الفرخة الدايخة، لا هي وقفت على عرش النجومية وأصبحت نجم شباك، ولا هي عرفت تحافظ على بيتها وأبو عيالها. زينة بعد مشاركتها في مسلسل جعفر العمدة بدور عادي بعيد عن البطولة اللي اتعودت عليها، شعرت إنها بترجع للخلف. وكمان واضح من تصريحاتها إنها ما كانتش عايزة تكمل مسلسل جعفر العمدة، والدليل إنها أعلنت إنها مش هتشتغل مع المخرج محمد سامي في أي عمل آخر. ويبدو كده إن محمد سامي كان بيستفزها وبيسخر منها أثناء تصوير مشاهد المسلسل، لأنها قالت إنه بيقول لي حاولي تعملي عملية تجميل تصغري بيها مناخيرك دي. زينة بقالها كام يوم من بعد ظهورها في مسلسل جعفر العمدة، وشعورها بعدم تفاعل الجماهير معاها بدأت تلاغي زوجها السابق الفنان أحمد عز، وكل يوم تطلع بتصريح عن أبو أولادها ومحدش له دعوة بمشاكلنا، إحنا ممكن نرجع لبعض في أي وقت. وأخيراً قالت في أحد البرامج: أنا ما ينفعش أحب أي حد وأصرح بكده في ظل وجود أبو أولادي، أنا أصلاً بحب أبو أولادي، يا ريت الناس تسيبنا في حالنا بقى. طب ما هي الناس سايباكي في حالك والله يا زينة، ونسينا قصتك مع أحمد عز أصلاً، أنت اللي بتفكرينا بيها أهو كل شوية. واضح إن مش بس التاجر هو اللي لما بيفلس بيدور في دفاتره القديمة. عموماً إحنا عذرينك يا زينة على مرحلة اللخبطة الذهنية اللي أنت فيها، ومقدرين يعني إيه زينة اللي كانت بتشيل مسلسل لوحدها كل سنة ومعاها فيلم في العيد أصبحت بتشتغل أدوار ثانوية. معلش يا زوزو، وإن شاء الله ترجعي زي ما كنتي، بس حاولي ترجعي بمجهودك وما تنسيش ترجعي على حساب أحمد عز من جديد، لأن واضح إن عز عامل نفسه من بنها ومش بيرد على أي تصريحات بتقوليها، ومكتفي بدفع مصاريف العيال في المحكمة وبس.